اقول لك حاجه ما اعرفش، ما اعتقدش ان احنا قلناها قبل كده. كنا في اليابان، وقالوا كلمني وانا طالع رايح اليابان، رايحين، كنت انا رئيس البعثه واحنا رايحين، كلمني رئيس النادي الهلال السعودي. كابتن محمود احنا عايزين محمد. قلت له والله طبعا يعني رحمني بقى، لازم اخد راي المدير الفني ولازم ناخد راي اللاعب، وبعدين هرجع اكلم حضرتك في خلال اليومين ثلاثه الجايين يعني. تمام. احنا لسه في البطاره عمال نوصل ونقعد ونهدى. جبت مستر مانوز، اتكلمت معاه في عرض كذا، والعرض رقم كبير مش رقم صغير. كان كبير. كان بكام يا كابتن؟ والله بس احنا يعني اعتقد يعني يوصل حوالي 5 مليون دولار. 5 مليون دولار دي في السنه اللي الاهلي خد فيها 3 كاس العالم. لا لا في السنه دي احنا ما وفقناش. خدنا الخامس. فساعتها الراجل قال لي بص الرقم كبير، ودي مستقبله. فمن ناحيه ان دي مستقبله انا ممكن اوافق. انا ما اقدرش اسيبه، لكن ده طبعا مستقبل اللاعب نفسه. فجبت محمد، قلت له قلت له محمد في كذا، وطبعا هم كانوا مكلميني برضه. كان سامي الجابر كان بيتكلم معاه. فقلت له محمد بص فكر، متردد جدا قلقان. قلت له فكر، احنا لسه يعني ناخد يومين ثلاثه ونرد على الناس يعني. المهم يعني اتاخرنا شويه في الرد واعتذرنا، يعني كلمت الراجل وقلت له معلش ادينا فرصه اكتر. وبعدين رجعنا مصر. كانت المباراه يعني كان ترتيبنا ما كانش كويس، فناس زعلانه. فرجعنا، كان معايا كابتن طارق سليم، ربنا يا رب يشفيه يا رب. وكانوا خدت برضه رايي وخدت راي حسن طبعا، يعني عملنا زي شغلنا يعني كلجنه كوره، وسيبنا القرار نسيب لمحمد. فنزلنا قعدنا في المطار، ففي جمهور كتير جدا يستقبل النادي، يستقبل الفرقه رغم الفرقه ما كانتش متاخره في ترتيبها. فده رد فعل. فاول انا قاعد انا وكابتن طارق كده قاعدين لغايه ما الشنط تيجي عشان نمشي كلنا مع بعض يعني. فابتدت الناس تنادي على محمد، كان سمع كتب بقى الكلام ده في الجرايد. فابتدت الناس تنادي عليه برضه ما سيبناش ومش عارف ايه. راح معيط. رحت رايح له، قلت له انا عرفت قرار ساعتها. قلت له خلاص انا كده عرفت قرار. فقال لي فعلا خلاص مش هقدر. خلاص. فدي المشاعر دي ما هو ليها ثمن. ممكن يبقى ثمن ادبي صحيح، مش لكن ماليه ممكن تخسر. لكن في النهايه حتى نال تقدير واعتزاز.